السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم اليوم موضوع الملف الصحراء المغربية، حيث أن مبعوث الأمم الخاص لملف الصحراء دي مستورة يبدأ بمشاورة في ثنائية مع جبهة البوليساريو، وكل هذا تتابعونه على قناتكم، فلا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، فتابعونا. أهلا بكم في ملفنا الثاني. المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستيفان دي مستورة يبدأ مشاورات ثنائية غير رسمية بنيويورك مع ممثلين عن الأطراف بالنزاع، استهلها بلقاء ممثل جبهة البوليساريو سيدي محمد عمار بمقر الأمم المتحدة. المشاورات تأتي قبل إحاطته نصف السنوية التي سيقدمها دي مستورة أمام مجلس الأمن الدولي في شهر إبريل نيسان المقبل، وفي وقت حساس لا سيما بعد تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن علاقات بلاده بالمغرب وصلت مرحلة اللا عودة. هل سينجح دي مستورة في دفع المسار السياسي لحل نزاع الصحراء؟ وفي مصلحة من يصب تحريك الملف في هذا التوقيت؟ نناقش بعد هذا التقرير. قلت أكثر من مرة بأن من الأعراف والتقاليد ديال الدبلوماسية المغربية أنها ما كتعلقش على ما يقوله رؤساء الدول، احتراما لمكانتهم واحتراما لدورهم. الأمم المتحدة والدور ديالها، الأمم المتحدة في المحادثة ما بين جلالة الملك والأمين العام كان تأكيد من قبل جلالة الملك على أمرين أساسيين، هما التشبث بوقف إطلاق النار والتشبث بالمسلسل السياسي. اليوم كاينة محاولات على أرض الواقع وبالفعل الدبلوماسي وليس فقط بالأوهام وبالأكاذيب. شكرا. المتوقع برأيك من هذه المباحثات؟ المتوقع هي باتت هذه المشاورات باتت كلاسيكيه، والمتوقع ان هذه المحادثات لا تخرج عن الازمه الحقيقيين هما المغرب والجزائر، وبالتالي لطي هذا الملف الذي عمر طويلا يلزم جلوس مغربي جزائري، وهذا يتقوى مع مرور الايام. وبالتالي فان الامم المتحده في جرها للجزائر كطرف في قضية النزاع وموريتانيا والأطراف الباقية في المعنية بالنزاع هو تدليل بأن هذا النزاع الذي عمر طويلا لا يمكن للأمم المتحدة أن تعمل على البت على حسمه إلا من خلال إرادة القوى الدولية على الضغط على الأفراد المتعنتة لطي هذا الملف الذي عمر طويلا والذي يهدد في الأمن والسلم الدوليين في المنطقة. يعني هل يمكن أن ينجح برأيك دي مستورة في استئناف المفاوضات حتى إلى ما طرح هنا؟ يعني هل هذا الحراك أو التحرك الأممي يمكن القول يعني يصب في مصلحتكم أم في هذه المرحلة، أم على العكس، لا سيما وأن الجزائر ترفض كل المفاوضات وتحديدا من خلال آلية الطاولات المستديرة؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة وتحياتي لكل الضيوف الكرام. طبعا ما قالته الأمم المتحدة الآن هو ما قاله يعني المبعوث الشخصي للأمم المتحدة ما قبل هذا المبعوث والذي قبله والذي قبل ذلك. يعني هناك 5 و6 مبعوثين للأمم المتحدة طيلة 30 سنة ظلوا يعني في هذا المنصب، وحاولوا يعني أن تكون هناك نوع من المفاوضات ما بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب، لكن لم تكن هناك إرادة حقيقية من طرف مجلس الأمن لفرض الحل المطروح من طرف الأمم المتحدة في أكثر من 70 قرار، وهو حل الاستفتاء، حيث يمكن لشعب الصحراء الغربية تصفية استعمار الصحراء الغربية عبر التصويت في استفتاء كما أقول دائما ما بين ما يسمى بطروحة الحكم الذاتي أو استقلال الجمهورية الصحراوية. أريد أن أعقب بطريقة سريعة على محاولة ضيفكم من الرباط إرغام الجزائر دائما في هذا المشكل، كان الجزائر طرف في هذا المشكل. يعني هم لا يستقنون عن الكذب حتى ونحن في رمضان. في هذا البيان الصادر عن الأمم المتحدة يقال
بأنه ستيفان دي مستورا سيلقي مشاورته التي بعثتها الأمم المتحدة في 91 لإقامة استفتاء. ولكن الطالب منذ البداية الجزائر هي كانت طرف في هذه المفاوضات، وبعد هذا بدأت برفضها، يعني هي من الأساس طرف في النزاع. الجزائر وموريتانيا كانا دائما طرفان مراقبان في المفاوضات كدول، يعني في جوار الصحراء الغربية، وكدول لها صلة بطريقة غير مباشرة مع المنطقة الصحراوية، لأنها موريتانيا شاركت في اتفاقية مدريد واقتسمت الصحراء الغربية مع موريتانيا في 75، ولأن الجزائر تحتضن اللاجئين الصحراويين ففقط لأمور تقنية ولأمور تتعلق بهذه المواضيع الثنائية تحضر موريتانيا وتحضر الجزائر كدولتان مراقبان في المفاوضات، لكن طرفي النزاع هم جبهة عدة تلقي بظلالها على القضية تحديدا الخلاف الجزائري المغربي. برأيك هل يمكن أن نشهد أي تحرك إيجابي لحل هذا النزاع في هذه المرحلة؟ أهلا بك وأهلا بضيوفك وجمهورك. أنا بعتقد أن الموضوع لن يحل في هذه الجولة، وأعتقد أن لم يتم تفاعل الضغوط حتى لو ما فتحت الولايات المتحدة الأمريكية قنصلية في العيون، وهو اعتراف بمغربية الصحراء. برضو في مغالطات كتيرة قالها الطالب في كلامه، أما بيقول تحرير من استعمار. استعمار مين؟ مين الذي كان يستعمر؟ الذي كان يستعمر دولة على مد التاريخ، وهي دولة المملكة المغربية، كانت أسبانيا. وأسبانيا في 1974 بعد المسيرة الخضراء في 1972 خرجت من المغربية وعدم أحقية موريتانيا. دي كانت أول شق من هذه الفتوى. الفتوى الثانية عدم أحقية أسبانيا اللي قالت إنها أرض متروكة وإنها من حقها إن هي تطالب بها دوليا. المحكمة قالت لها لا، هذه أراضي مغربية وعليها عائلات مغربية تسكنها منذ قدم الزمن، ورفضت طلبات أسبانيا وموريتانيا. لا انه عربي قومي عربي قومي عربي. طيب لو سمحتم بدون مقاطعة. لا يمكن افهمها مرتزق، لا يمكن افهم. لا لو سمحت دكتور رشيد، لا يمكن افهمها. لا لو سمحت. لا يمكن افهمها. تفضل. لانه يمكن يتحدث بصبيانيه. لو سمحت دكتور رشيد، لا اسمع بهذا ليكمل الطالب تصريحاته. تفضل طالب اكمل. أتجاوز كل هذا، يعني من يتحدث بهذا الأسلوب أتجاوز كل هذا يعني لكي لا أنزل إلى مستوى، لأنه مستوى منحط تماما. لو سمحتم لنعود إلى نقطة. نعم تفضل. الأستاذ من واشنطن وأقول له نعم دكتور رشيد لو سمحت. لا يمكن. لا هو لم يقاطعك. لو سمحت على بعض العبارات. طيب لنحترم بعضنا البعض ونعود إلى النقطة. نعم لنحترم بعضنا البعض. دكتور رشيد لو سمحت سترد بدورك. المكان الذي قريب من المكان الذي يتواجد فيه السيد الآن من واشنطن يوجد مكتب جبهة البوليزاريو والمعتمد والمعترف به من طرف الخارجية الأمريكية كتمثيلية رسمية للشعب الصحراوي، بعيد كل البعد عن ما يسميه بالانفصاليين وإرهابيين إلى آخره. وهذا ما أقرت به الخارجية الأمريكية منذ أيام في تقريرها، حيث أصافت جبهة البوليساريو كممثل الشرعي للشعب الصحراوي وحركة تحرير، وهي يعني مكتب جبهة البوليساريو في واشنطن موجود في بضعة مترات فقط منك. فيما يتعلق ب يعني المحاولة يعني تعليمنا في التاريخ، لا كده هديلك بالجزمة. كده هديلك بالجزمة. لا لو سمحتم. لو سمحتم لا يمكن بهذه الطريقة. لا أستاذ ماك لو سمحت لا نقبل بهذا. لا أنا ما أستاذ ماك لا يمكن بهذا. لا أستاذ ماك لو سمحت لا يمكن. لا أستاذ ماك لو سمحت أستاذ ماك لا نقبل بهذه التصريحات على شاشة i24 نيوز. لا نقبل بهذا. لنعود إلى النقاش. أستاذ الطالب سأعطيك أستاذ ماك أن تعقب. أستاذ ماك ستعقب في دقيقة بجملة. لو سمحتم هذه وجهة نظر للطالب لنحترم بعضنا البعض. أستاذ ماك ستعقب بعد قليل. نعم الطالب بجملة لو سمحت. في جملة الحديث بجملة لو سمحت. الخنازير وعن الكلاب، الحديث عن الخنازير وعن الكلاب. ولكن لو سمحتم يعني هو
هو دليل على مستوى ضيفكم، ولا طيب. ننزل إلى هذا لا يمكن أن ننزل لهذا المستوى في هذا البرنامج لو سمحتم. طالب كل إناء بما فيه، يعني هذا دليل على المستوى الذي لا أريد أن أنزل إليه، يتحدث عن الخنازير وعن الكلاب. طيب. فأترك له بالعمل الجدي ديالو لتأكيد مغربية الصحراء على أرض الواقع وبالفعل الدبلوماسي وليس فقط بالأوهام وبالأكاذيب. الناشط السياسي هذا حمار، من مدريد. شكرا جزيلا هذا حمار. سيدي لو سمحت أستاذ ماك شرقاوي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. دكتور رشيد الأزرق رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية حدثنا من الرباط، شكرا جزيلا لك. نهاية هذا المساء، إلى اللقاء.